هذا اللقاء الذي نظمه الفرع والذي طرح فيه مجموعة من المحاور المرتبطة بالدخول الاجتماعي، فيه أسئلة تتعلق بوضع المهني المرتبط بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، سواء تعلق الأمر بالاتفاقية الجماعية، بالمسألة المرتبطة بالدعم، المسألة المرتبطة بالقوانين المنظمة للمهنة، أو تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي. وكان نقاشا مثمرا قدم فيه الزميلة والزملاء مجموعة من الملاحظات، مجموعة من الأسئلة. أعتقد بأن الرهان الأول والأخير بالنسبة لنا هو ننجح هذه المحطة، لأنها محطة مفصلية سواء من الناحية القانونية في القوانين الثلاثة، وتعلق الأمر بالجانب المرتبط بالاتفاقية الجماعية، وتعلق الأمر بالجانب التعاضدي، لأن هذه الآليات الثلاث هي التي ستجيب على وضعية الهشاشة التي نشتكي منها جميعا، ونأمل أن نتمكن في القادم من الأيام أن نقدم هذه الأجمال. ناقشنا فيه بشكل مفصل ودقيق مجموعة من النقاط التي تؤرق مهنيهم داخل منها الأجور، هناك كذلك التزام مجموعة من المقاولات وعدم التزام مجموعة من المقاولات أخرى بالاتفاق الاجتماعي، بالإضافة كذلك إلى أننا فتحنا نقاش موسع حول ما وصلت إليه الاتفاقية الجماعية. أساسا النقابة الوطنية للصحافة المغربية اشتغلت منذ 3 سنوات أو سنتين على الأقل على مشروع اتفاقية جماعية، هو الآن مطروح أو قدمناه الوزارة الوصية، كما قدمناه كذلك الوزير المكلف بالميزانية، ناقشناه مع الأطراف المعنية بالإعلام منهم الفيدرالية الوطنية لناشرين الصحف، وكذلك الجمعية المغربية للإعلام والناشرين. بالفعل هناك أطراف تبنت وساندت هذا المقترح، إلا أن هناك أطراف أخرى منعت وتحفظت بل رفضت هذا المقترح. الآن نحن ننظر ونشتغل من أجل تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقية الجماعية، وأنه هذا اللقاء يأتي في هذا السياق، في سياق الدفع وفي سياق الرفع من الأوضاع الاجتماعية والمادية للصحفيين المهنيين.